داخل منطقة البطاش وجدنا أحد المعاهد، وهي كانت مستشفى الأمل بالطريق السريع. تم اسمه مستشفى الأمل، وعملوا فيها جزء معهد مكتوب عليه المعهد الفني للعلوم الحديثة بالعجم، وزارة الصناعة، تابع لمصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني. ولقينا بعض الشباب بيعيطوا بعض البنات ومنهارين نتيجة ان في ملاحق عندهم. بسؤال المسؤولين في المعهد وجدنا ان المعهد ده بياخد بحوالي 150 درجة، وبيدي للولاد المفروض ان بيديهم شهادات علمية. هنقرب من البنات اللي هي عندها ملاحق وهنسألهم. اسمك ايه يا حبيبتي؟ ندى ايه؟ مالك واقفة بتعيطي ليه؟ عشان جايبه ملحق. انت في انه معهد؟ بقالك كام سنة في المعهد ده؟ 2014. من 2014 سقطتي في ايه؟ رياضة. بتدفعي كام في المعهد؟ 2200. بتاخدي دروس خصوصية في المعهد؟ مين اللي بيديكوا الدروس؟ مدرسين، مستر رأفت. طب انتوا لما بتتخرجوا النهارده بتتخرجوا بتاخدوا ايه؟ بتروحوا فين دروس صنايع؟ نعم؟ بيدربتوا. وانا سمعت الولاد قبل التسجيل بيقولوا انه المفروض ان انتوا بتتدربوا على في بعض المصانع. الكلام ده بيحصل؟ المفروض هم قالوا لنا دوروا على اي حته تتدربوا فيها. طب انت الماده اللي انت سقطتي فيها ديت المفروض بتاخديها امتى؟ بعد العيد. بعد العيد؟ 25 طبعا. ماده ايه اللي سقطتي فيها؟ رياضه. وانت ساقطه انت كمان؟ عندك ماده ايه؟ علوم؟ رياضه. وانتوا كلكم رياضه؟ هو الاستاذ استقصدهم وقال لهم انتوا هتسقطوا في الرياضه. طب ايه يعني ايه اللي خلاكوا ايه اللي سقطكم؟ انا كنت متخانقه معاه عشان بيشتمنا كلنا. كان قايل لي انت اهلك ما يسلوش حد من عندي. المدرس المدرس بتقصدكم يعني؟ بص كده المدرس بتقصدكم؟ حضرتك مستقصدنا وبيقول كلام ما ينفعش يتقال. زي ايه يعني؟ شتيمه وقله ادب وتهزيق عبيط، وكل سنه الفلوس تزيد على الفاضي، ومفيش تقدير ومفيش اي حاجه، قاعدين كده على الفاضي. انت طالب في المدرسه؟ انتوا كلكم طلبه في المدرسه؟ في سنه كام انت؟ انا في سنه ثانيه. سنة تانية ايه؟ سنة تانية الكترونيات. تخصصك ايه؟ الكترونيات. نجحت السنة دي؟ نجحت الحمد لله، والسنة اللي فاتت كمان. ايه المشاكل اللي في المعهد هنا؟ قلة أدب يا أستاذ. زي ايه يعني؟ قلة أدب، تهزيق، كل شوية شتيمة. وظباط كل يومين ثلاثة يجوا لنا. بيجيب لكم ليه الظباط؟ بيجيب لكم ليه الظباط؟ بيجيب لكم ليه الظباط؟ في ناس بتيجي تخش تتعارك معانا جوه المعهد. وفي واحد ده اتعور يا استاذ، خد 5 غرز في دماغه. اتعور من ايه؟ اتعور من ناس دخلوا ضربونا جوه. اتعاركوا معانا. يعني في بلطجيه بيخشوا يضربوكم في المعهد؟ طب المعهد ده مش له اداره؟ لا انا ما حدش يقدر يضربنا الحمد لله يعني. مش في اداره في المعهد؟ ما فيش اداره. اداره ايه يا استاذ؟ اداره ايه؟ اداره فاشله. يعني ايه اداره فاشله؟ اداره فاشله. طب انت قبل التسجيل كنت بتقول ان انتوا المفروض يبقى لكم دفتر تامين صحي وهو وعدكم بيه. لا ما عندنا. بص حضرتك في التقرير اللي حضرتك بتعمله ده في ورقه انت خدتها صورها وكلها غلط. طيب ماشي، ايه اللي فيها؟ كل اللي فيه ده غلط. وضح للمشاهد ايه اللي فيها. بص حضرتك، موقف من التجنيد. اسكت انت. موقف من التجنيد، ايقاف تجنيد، قاعات مكيفه، اسمه ايه ده تاني؟ يعني حاجات شغل فاشل يا استاذ. الحصه اللي انتوا فيها الاوضه بتبقى كام في كام الغرفه؟ هي كبيره يعني شويه. كبيره شويه. طب ايه السلبيات اللي انتوا بتعانوا منها بالمعهد؟ ايه السلبيات اللي بتعانوا منها في المعهد؟ كبسه. قلة أدب يا أستاذ. زي إيه يعني؟ أدب وشتيمة أنت بتتكلم، أنت خفت عشان مدير المعهد طلع؟ أمال إيه؟ مش خايف أنا. إيه السلبيات اللي أنت شايفها في المعهد؟ يعني سلبيات. إيه سلبيات زي إيه يعني؟ أنا مش فاكر منهم إيه دلوقتي. حضرتك قبل التسجيل كنت بتتكلمي على بعض الألفاظ اللي بتتم مدرسين. إيه الموضوع؟ بيقول لها أنا ما استعناش أهلك يشتغلوا عندي. ما يستعناش أهلها يشتغلوا عنده خدامين. مين اللي بيقول لك كده؟ هو المستر. مستر مين ده؟ بتاع الرياضة. ليه؟ قول له بقى ليه؟ في خلافات بينها؟ ينادي عليها ويقول لها تعالى يا صنبا. وسط بنات وفي الصبيان يبقى ده إيه ده؟
مدرس مين ده؟ مدرس رياضه. طب انتوا ما شكرتوش ليه لمدير المعهد؟ باباها جه وبعدين؟ وغلطوها. ومدير المعهد عمل ايه؟ الله اعلم. انا مش اهو بيشحت مدير المعهد. سيادتك طب تقول لنا بالظبط على السلبيات اللي موجوده، ومش عايزين ضحك، احنا عايزين دلوقتي ده تبع الوزاره اللي البنات دلوقتي كلهم بيعانوا منه، ايه راي حضرتك فيه؟ دول 4 نايبات جايبين ملاحق. طيب وبقيه الولاد؟ وبقيه الولاد؟ النتيجه جت ورجعت تاني ليه يا مستر؟ نتيجة ايه؟ النتيجه بتاعتهم جت يوم الثلاث هنا ورجعت تاني. لا حصل. المدرسين قالوا لنا. يا ستي ما حصلش. النتيجه اتلعب فيها. النتيجه اتلعب فيها. ما تقوليش ولا قال. ما تقوليش ولا قال. هل مطلوب ان المدرس يشتم البنات ويقول لها تعالي يا صندل؟ طب دور حضرتك ايه انت؟ انت دورك ايه كمدير للمعهد؟ قوم اي حاجه تحصل. طب البوليس اللي بيجي يقبض على الولاد النهارده ليه؟ لا ما فيش حد. بوليس جه عشان عركه وبلطجيه جوه. مين خدوا من الناس من بره. انتوا اولاد مش قلتوا قبل التسجيل قلتوا ان في البوليس بيجي ياخدكم؟ خدت يا جدعان من جوه المعهد. ليه؟ اتاخد من جنبي والله. اتاخدت ليه من المعهد؟ لا كان قاعد جنبي. اتاخدت ليه؟ اتاخدت ليه؟ ليه اتاخدت ليه يعني؟ اتخذت الظلم في ظلم. ليه البوليس جه اخدك؟ عركه هنا قدام المعهد وعيال غريبه جايين عند المعهد يكسروا. عشان بلطجيه. رحت انا داخل قاعد جوه ماليش دعوه بحاجه. انت قلت ان مدير المعهد يبعت لكم البوليس بيجي كان ياخدكم. جايبهم للعيال اللي كانوا جايين بتاعت. بس هم خدونا احنا. وبعدين طلعتوا بعد قد ايه؟ بعدها ب4 ساعات. ومدير المعهد كان دوره ايه؟ هو اللي جه طلعنا. طب هل هو مطلوب ان الطلبه اللي في المدرسه او في المعهد عند حضرتك يقفوا يدافعوا عن البلطجيه ويدافعوا عن الناس اللي بتعدوا على المكتب؟ عشان كده البوليس جه ليه؟ طب حضرتك انت بقالك قد ايه في المكان دوت اللي هو كان اساسا ده مستشفى الامل واتقسم نصين؟ انت مأجره كنت قبل كده كنت في الانوفيل؟ ده مكان مؤقت. احنا مكاننا الاصلي موجود في الانوفيل، بيتبنى بيتجهز. هل انت معاك ترخيص من الوزاره؟ ايوه طبعا. طيب انت دلوقتي بتاخد 2000 جنيه على حسب الورقه اللي انت حاططها، 2000 جنيه خلاف بقيه المصاريف. لا مفيش خلاف، مفيش مصاريف ثانيه. ها؟ مفيش مصاريف ثانيه. الورقه معايا ومكتوبه اهيت. مفيش انت بتاخد 75. الورقه اللي معاك ما تطلعها. مفيش حاجه ثانيه. فين هي الورقه؟ ال 2000 جنيه بتدفع كاش؟ بس بتدفع كاش. طب والقسط ظروفه ايه؟ ماله القسط؟ ظروفه ايه القسط؟ لو واحده مش قادره تدفع الفلوس دي كاش. لا احنا بنراعي، لو حتى عايزه خصم كمان بنخصم لها لو هي ظروفها تستحق. مش خلاص. في الوزاره ببلاش، في الوزاره ببلاش. تدفعوا 2100 قسط؟ طب جوه مديره الاداره عندك ملتني دلوقتي ان بتدفع 2500 بالقسط وبتدفع 1000 جنيه. لا هي انا كنت معايا دلوقتي وخدت الورقه منها بتقول 2500 جنيه قسط. بدفع 1000 جنيه وبعد كده 500 جنيه كل شهر كل سنه ولا كل لا ايه؟ يعني هل هو اللي بيتقال غير اللي على الطبيعه؟ لا هو اللي على الطبيعه. هو اخد منكم كام يا ستي؟ انا بدفع 2100 في السنه. بتدفعي كاش ولا بتدفعي قسط؟ قسط. كام كل فتره قد ايه؟ 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه في الشهر. بس انا عايز اعرف والدروس قد ايه؟ مفيش دروس. لا كل مادة ب 50 جنيه يوم واحد. كل ماده 50 جنيه؟ يوم واحد. ده ايه ده؟ مجاميع. اتعملت مره. طب لا السنه اللي فاتت اتعملت. ايه هي المواد اللي ب 50 جنيه؟ الخمسينات اللي كنا بنوزعوه. كل المواد. آلي وإنجليزي وميكانيكا ورسم. بتاخدوهم كل قد ايه؟ الاسبوع هو الاخير. يوم واحد ب 50 جنيه. يوم واحد ب 50 جنيه؟ عشان ينجح. قبل الامتحان؟ قبل الامتحان بيوم واحد. المراجعة ب 40 والمذكرة ب 10. مين اللي بيديكوا؟ المدرسين مش بتدفعوا لمين يعني؟ مستر مراد الأنسة. حضرتك مدرس هنا يا استاذ صح كده اهو؟ حضرتك بتدرس ايه؟ بتدرس لغه انجليزيه؟ ايه ظروف التدريس عند حضرتك هنا اهوت في المعهد؟ انت منتدب منين اساسا؟ التربيه والتعليم منتدباك ولا انت بتيجي بالحصه اهو؟ لا بالحصه. انت بتيجي بالحصه تبع المعهد؟ يعني انت بتيجي من خارج التربيه والتعليم مش مكلف من التربيه والتعليم، يعني انت مش مكلف بمصلحه الكفاءه الانتاجيه. بتاخد كام في الحصه؟ لا هو انت بتاخد كام في الشهر؟ بتاخد 300 جنيه في الشهر؟ بتدي ماده ايه؟ قول له انت بتقول ليه فلوس؟ مش دي حاجه بيننا وبينه. لا مش حاجه بينك وبينه، انت منتدب من قبل مصلحه الكفاءه الانتاجيه ولا بتيجي كده من الداخل؟ لا ده طب انت بتدي دروس للولاد دهيت؟ تبع المكان نفسه تبع الوزاره. تبع بكام المعهد؟ الجميع دي بكام؟ ما عندناش دروس. ب 50 جنيه شهريا بالاضافه اللي هم بياخدوه بيدفعوه.
دي المحاضرات اللي هم بياخدوها. دي مالهاش دعوه، دي مجموعه. يعني انتوا دلوقتي المحاضرات اللي انتوا بتدفعوا فيها 2100 جنيه بتدفعوا بعد كده 50 جنيه كل شهر للمجاميع، انجليزي وحاسب. واحد بس كل شهر تبقى اخر شهر. الشهر الاخير بس. اشمعنى الشهر الاخير؟ بس مراجعات، العزم مراجعه بيجي مش اجباري. يعني بيجي من الطلبه كلهم، يمكن ما فيش 20 طالب. طب ما هم بيقولوا هم اولياء الامور اللي قدام منك هم. حضرتك ما في الشهر الاخير بس. اخر شهر بس. وما بيجيش كل الطلبه، ده بيجي على 20 طالب. صح ولا لا؟ مش كلهم بيجوا، وانت بتسمع كل اي طالب يقول اي حاجه يبقى خلاص. طب ما في مدرس كان واقف اهو دلوقتي واتكلم. مال المدرس قال لك ايه؟ قال ايه المدرس؟ المدرس دلوقتي بيقول ان هو اساسا منتدب ولا جاي لك كده من بره؟ لا هو هل حضرتك بتروح تجيب اي مدرس من بره تشغله؟ لا طبعا، لا بس بيروح الوزاره بيتعمل له اختبار في المعهد التدريب اللي هو في الاميريه. وبيجتاز الاختبار وبينجح بيجي عندنا، غير كده لا. لازم يكون كلهم معتمدين. لازم كله معتمد. عايزه تقولي ايه انت؟ خدها بقى. عايزه تقولي ايه؟ خدها بقى، خدها بقى. عايزه تقولي ايه؟ اقول ان ده معاد فاشل، اقول ايه؟ اقول ايه؟ ما انا عارف، انا مش عارف اقول ايه انا؟ بندفع فلوس عشان في الاخر يسقطوا لنا عيالنا، عشان مستر زباله، عشان مستر زباله قليل الادب، قال لها هوريكي لو نجحت. عارف قال لها ايه؟ طب مدير الاداره هنا ما كانش له دور؟ ما تسالوا ليه دور ولا ملوش دور؟ ما تسالوا. تسالوا ليه دور ولا ملوش؟ سامح. خلاص خلصت. السلبيات يا جماعه اللي كنتوا بتتكلموا عليها. تتكلموا يا جدعان في السلبيات، مالكم؟ الراجل عشان اكل عيشه. الراجل لازم